السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم مع وصفات آلاء لوجين جبت لكم قغاتا باذنجال أو محشي الباذنجال، كما نقدروا نسموه قوارب الباذنجال. بدون إطالة يلا نروحوا للمقادير مع بعض. عندي كمية من الباذنجال، طبعا على حسب عدد أفراد العائلة. نغسلها جيدا، نحكم الموس، نقطع لها الراس ديالها. كما راكم تلاحظوا كمل كامل الكمية. نجيب صنيوة اللي تدخل للفرن، نحط فيها الباذنجال ديالي، نجيب بانسو وندهنها كامل بالزيت كما راكم تلاحظوا. بعد ما نكمل كامل الكمية نحطها في الفرن، نشعلها من التحت ومن الفوق على أعلى درجة ونخليها طيب. من جهة أخرى نروح نحضر لاصوص طوماط ديالي. عندي 3 حبات طماطم وكمية من الثوم. نحضروا اللاصوص ديالنا عادي. زدت ضفت لها شوية معدنوس، لي زيبيس، كمون، فلفل أسود، راس الحانوت. ضفت لها شوية زعترة وخليتها تتقلى مليح. بعد ما تتقلى لاصوص ديالي نمرقها ونخليها تطيب في عقلها. عفوا نسيت باش نقول لكم، ضفت لها ايضا فلفل عكري ومغرفة كبيرة طماطم مصبرة. نخليها بتجي ونروح نحضر لاصوص تاع الدجاج ديالنا. في كسرونة حطيت شوية زيت، ضفت لها نصف صدر دجاج مقطع كيما هكا، مع ربطة معدنوس مقطعة ايضا. انا كانت عندي كمية كبيرة من الباذنجال، ضفت لها غير نصف صدر دجاج. تقدري حبيبتي ديري 4 صدر دجاج برك اذا كانت الكمية قليلة، تكفيك وتجي رائعة. زدت ضفت معاها 2 سنينات ثوم، زعترة، لي زيبيس، درت شوية فلفل أسود مع شوية راس الحانوت. ضفت لها حوالي 3 حبات بصل مقطع رقيق، ولا ترحوها نتوما والرغبة ديالكم. ملحت طبعا، زدت معاها 2 ورقات رند. هنا بعد ما طابت الباذنجال ديالي قسمت الحبة على 2 ونبدا نحفر فيها بهذه الطريقة. نحي لها القلب ديالها كامل، نخلي غير هذيك القشرة الفوقانية بهذه الطريقة كما راكم تلاحظوا. نكمل كامل الكمية بنفس الطريقة، نحكم هذاك القلب اللي راني نحي فيه، نضيفوا لاصوص تاع الدجاج اللي رانا نطيبوا فيها. طبعا نخلوه حتى يتقلل هذاك الدجاج ديالنا مليح، يدبلنا البصل، ونضيفوا له هذا الباذنجال كما راكم تلاحظوا. نقعد نقلب فيهم حتى تشرب هذيك لاصوص كامل والباذنجال ديالنا تنمزج مع هذاك الدجاج. من جهة أخرى هذوك الفلايك او القوارب اللي كنا فرغناهم من قبل، كيما راكم تلاحظوا لاصوص راهي واجده تاع الدجاج مع الباذنجال. حطيت فيهم هذوك القوارب كميه من الفرماج طري بهذه الطريقه اللي راكم تلاحظوا فيها، ونبدا نعمر فيهم هكذا. بلا ما ننسى لوجين راهي تقول ديديكاس اويس.
نكمل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. حبيت نقول لك حبيبتي إذا أول مرة تزوري قناتي ما تنسيش الاشتراك فيها مع تفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب ليصلك كل ما هو جديد بإذن الله. كما راكم تلاحظوا الوصفة سهلة بسيطة وتجي روعة في البنة بريزونطابل. وهنا بعد ما كملت كامل الكمية اللي عندي نجيب لاصوص طوماط ديالي ونشرب هذوك القوارب بهذه الطريقة. نكمل نضيف كامل كمية لاصوص ديالي على هاد القوارب والكمية الباقية نضيفها في البلا مباشرة. بعد ما كملت كامل لاصوص ديالنا كنت رابيت شوية فرماج. انا استعملت نابولي وانتي استعملي الفرماج اللي يساعدك اللي مرفة تستعمليه. طبعا نابولي يدوب وبنين. نضيف الفرماج رابي على الوجه بهذه الطريقة. كل قارب نضيف له كمية من الفرماج حتى نكمل كامل كمية القوارب. ندخلها للفرن. طبعا نشعلها من تحت تتقلنا لاصوص هذيك شوية. نزيد نشعلها من الفوق يذوب الفرماج والوصفة ديالنا تكون واجدة. وهنا كما راكم تلاحظوا فتحت عليها الفرن الفرماج ديالي ذاب راهي واجدة معاكم. شوفوها معايا في صحن التقديم كم هي رائعة. والله وصفة تحمر الوجه. تقدميها للضياف وصفة رمضانية رائعة ياكلوها الكبار وصغار صدقوني بزاف بزاف بنينة. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في فيديو جديد دائما مع آلاء لوجين. سلام.